السلام عليكم. الفرن والميكرويف قريبين من بعض في الشكل والتصميم، لكن يا ترى هل هما نفس الوظيفة والاستخدام ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة في الفيديو ده. ده بيكون شكل الفرن الكهربائي، وبيتقاس بالساعة اللترية، وعلى حسب كل شركة بتكون لها مقاسات بتاعتها. المكونات الداخلية للفرن الكهربائي بتكون عبارة عن الهيتر اللي هو السخان حراري اللي موجود بالأعلى، بيكون منه اتنين في الجزء اللي فوق بنفس الشكل. ده بيكون عبارة عن شكل أقرب للأنبوب الرفيع، بيكون واحد موجود في الأول وواحد موجود في الجزء اللي جوه. نفس الاتنين الهيتر اللي فوق بيكونوا موجودين بالأسفل. الرف طبعا اللي بنحط عليه الأطعمة أو الأواني، سيخ الشواية اللي بيقوم بعملية الشوي لما بيلف بطريقة دائرية، المسكات بتاعة الصواني. الجزء الدائري اللي في الجنب ده بيكون عبارة عن مروحة بالداخل، اللي مسؤول عن توزيع الهواء الساخن اللي موجود داخل الفرن. أكيد طبعا اللمبة اللي بتساعد ست البيت إن هي تشوف الأطعمة بطريقة أفضل. ومن الخارج بيكون موجود المفاتيح اللي بنتحكم فيها في الفرن، وهنشرحها بالتفصيل. بعد كده الميكرويف، وبعض الميكروفات بنلاقي فيها الحامل ده، وبعض الميكروفات ما بيكونش موجود فيها الحامل ده. بنستخدمه عشان نحط عليه الأطعمة، علشان نقربها من سقف الميكرويف اللي موجود فيه هيتر سخان بالأعلى. ده شكل الهيتر السخان. وظيفة الهيتر السخان ده اللي بيقوم بعملية تحمير وش الأطعمة. بعض الميكروفات بيكون موجود فيها الحامل في الهيتر اللي فوق، وبعض الميكروفات ما بيكونش فيها الهيتر ده اللي بنقول عليه الشواية. طبعا الطبق الازاز اللي موجود في اي ميكرويف بيكون الوسع بتاعه على حسب نوع او مقاس الميكرويف، والحامل اللي تحت الطبق اللي بيساعد في عملية اللف. طبعا اللمبة اللي هي بتكون اساسية موجودة داخل الميكرويف. طريقة تشغيل الفرن بتكون عبارة عن مفاتيح في جنب الفرن، بيكون مرسوم عليها اختصارات درجة الحرارة، وظائف تشغيل الفرن، تايمر الوقت. درجة الحرارة اللي متقسمة معانا في الفرن اللي قدامنا منقسمة ليه: أقل درجة 65، 150، 200، 250. وبعض الفرن بيكون درجات الحرارة اللي مكتوبة أقل أو أكتر حاجة بسيطة. بعد كده وظائف التشغيل، وبيكون كل وظيفة مرسومة على مربع حوالين المفتاح. يعني المربع اللي موجود ده عليه خط بالاسفل في الداخل وعلامة المروحة، معنى كده ان هيشتغل الهيتر اللي تحت مع المروحة. المربع ده جواه خط فوق وخط تحت وعلامة المروحة، معنى كده الاتنين هيتر اللي فوق والاتنين هيتر اللي تحت والمروحة اللي في النص هيشتغلوا في وقت واحد. اللي بعد كده خط فوق والمروحة، معنى كده ان الهيتر اللي فوق مع المروحة هيشتغلوا في وقت واحد. واللي ما يعرفش الهيتر اللي احنا قلناه في الاول هو عبارة عن الانبوب الرفيع اللي بيطلع حرارة، موجود منه اتنين في الجزء اللي فوق واتنين في الجزء اللي بالاسفل. بعد كده داخل المربع موجود خط فوق وخط تحت، ده معناه ان هنشغل الاتنين هيتر اللي فوق والاتنين هيتر اللي تحت. المربع ده هيكون في خط فوق، ده الهيتر اللي فوق مع سيخ الشواية، والمربع الأخير ده موجود فيه كل حاجة: الهيتر اللي فوق والهيتر اللي تحت وسيخ الشواية والمروحة، وكل ده هيشتغل في وقت واحد. بعد كده تايمر الوقت ومتقسم 10 دقايق، 20، 30، 40 لغاية 60 دقيقة. وهو كده من غير أي تدخل مننا، تايمر بيلف للخلف على حسب ما بنظبطه لغاية ما يفصل. بعد كده الميكرويف، والميكرويف بنسخن
اللي جواه عن طريق 3 وظائف. ممكن عن طريق وزن الطعام، أو عن طريق نوع الطعام إن كان مشروبات أو لحوم أو خضار. تالت حاجة عن طريق الوقت، 10 دقايق، 5 دقايق، دقيقتين، دقيقة، حسب الوقت اللي بنظبطه. وظيفة الفرن الكهربائي إن ممكن يسخن الأطعمة أو يسويها عن طريق 2 هيتر سخان بالأعلى والأسفل، لكن في فترة زمنية أكبر من الميكروويف، وده بيؤدي لاستهلاك كبير في التيار الكهربائي. لكن لنا تعقيب على موضوع التسخين في الفرن، لأن الحرارة بتاعة الفرن لما توصل للأطعمة من الداخل بتكون نشفتها شوية من الخارج. أما الميكروويف بيسخن ويفك التجميد، وكمان في شواية في بعض الموديلات، وبيتم عن طريق تسليط الأشعة على جزيئات المية اللي في الطعام، اللي بتقوم بتحريكها بسرعة كبيرة وينتج عنها الحرارة. تسخين الأطعمة في الميكروويف جيد جدا، لأنه بيخلي الأطعمة من الداخل والخارج بنفس درجة الحرارة وفي وقت قليل. أما فك التجميد إننا نطلع الأكل من الفريزر والميكروويف يرجعه لصورته الأصلية بمنتهى السلاسة وفي وقت بيكون قليل. أما الشواية اللي في الميكروويف هي فقط بتحمر وش الأكل وليست للشوي بالمفهوم بتاعنا. بعض موديلات الميكروويف بتسوي، لكن دي موديلات قليلة جدا. لو حضراتكم عاملين علبة جوه التقفيلة للميكروويف، فلازم تكون مساحة العلبة أكبر من مساحة الميكروويف، لأنه بيسخن بيطلع حرارة أثناء التشغيل. بعض موديلات الميكروويفات فيها انفرتر موفر كهرباء، لكن مفيش حاليا في مصر كلها أي فرن كهربائي فيه خاصية الانفرتر. الفرن الكهربائي ممكن تحط جواه أي نوع أواني، أما الميكروويف فلازم نوعية معينة زي الزجاج الحراري أو بعض نوعيات الأواني المعروفة. بعض عملاء بيسألوا نحدد مقاس الفرن أو الميكروويف إزاي؟ مقاس الفرن أو الميكروويف سواء كان 25 28 30 40 لتر، ده بيتحدد على حسب عدد أفراد الأسرة، الميزانية بتاعت حضراتكم، مساحة الرخامة اللي هيتحط عليها أو العلبة اللي هيتحط جواها. وجه دلوقتي ميعادنا مع سر من أسرار البائعين. الميكروويف يعتبر لا غنى عنه ولا بديل له، لأنه بيقوم بوظائف كتير وفي وقت قليل جدا. أما الفرن الكهربائي مع احترامنا لأهميته، إلا إنه ممكن نستبدله بفرن البوتاجاز. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.